نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أهلا ومرحبا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ساعة شباب. بداية قبل أن نسترسل في موضوعنا في جلسة سمر، دعونا نرحب بمن يصحبني في تقديم هذا البرنامج، الأخ العزيز والغالي والفاضل سعادة المهندس عبد الرحمن برهان. حياك الله عبد الرحمن. حياك الله يا أبو صقر، وحيا الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، نحييهم دائما أبدا في برنامجهم برنامج ساعة الشباب. ونذكر بأنه باب التواصل مفتوح، سواء عبر الاتصال عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، أو على صفحاتنا في الفيسبوك وقناتنا في اليوتيوب. مشاهدينا الكرام، دعونا نضيع الوقت، ننتقل وياكم إلى أولى فقراتنا في هذه الحلقة وجلسة سمر. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في جلسة سمر. طيب يا أبو صقر، موضوعنا لهذه الحلقة موضوع يعني جميل جدا، وبه يعني كثير من وجهات النظر وكثير من الأمور التي قد يهتم بها الشباب، خصوصا من هم يعني في مرحلة يعني مرحلة اكتمال أو مرحلة بداية الحياة. نتحدث هنا عن مرحلة الشباب غالبا ما تكون بين الثانوية إلى الجامعة، فبالتالي هذا الموضوع قد يهم يعني كافة أصناف الشباب. طيب أبو صقر، موضوعنا هذه الحلقة هو ما هو التواصل؟ مفهوم التواصل. عندما نتحدث عن التواصل، احنا يعني نسمع بكلمة التواصل الاجتماعي، نسمع بكلمة والله أنا يعني أتواصل مع شخص أو أتواصل مع فلان ولا، لكن مفهوم التواصل بشكل عام هل هو يعني مقتصر فقط على الجوال أنت تتواصل مع الأشخاص؟ هل هو مقتصر على تواصلك مع الشخص، أو هو يعني مفهوم عام وشامل يشمل أشياء كثيرة؟ طيب خلينا نفند الموضوع عبد الرحمن، نقسم التواصل إلى قسمين. في تواصل عبر السوشيال ميديا اللي هو زي ما ذكرت، اللي هو التواصل عبر المواقع التواصل الاجتماعي اللي هو سناب شات، تويتر، واتساب، فيسبوك، أي كان. هذا أمر. الأمر الثاني التواصل الجسدي. التواصل الجسدي شو نقصد فيه؟ انك انت تقابل شخص امامك، ايش بيكون، كيف تتعامل معه، ايش الامور المناسبة وما الى اخره. طيب خلينا اولا عبد الرحمن ناخذ آداب التواصل مع الاخرين. خلينا ندخل في النقطة الاولى. يوم نفند الاخرين نحط الاولويات. نضع اولا عبد الرحمن التواصل وآداب التواصل مع الله عز وجل. هذا أولا قبل كل شيء. نعم. آداب التواصل مع الله عز وجل تأتي بطاعة الله عز وجل، وأنك تنفذ كل ما أمرك الله به على أكمل وجه، وأنك تتزود في هذا الأمر بكل شيء، وتتعامل مع الله عز وجل بالذل والانكسار وطلب المغفرة والرحمة منه بشكل يومي. أنا أرى يعني في وجهة نظري من آداب التواصل مع الله عز وجل أنك لا تقع في الأمور التي إيش لا يريد الله عز وجل أن يراك فيها. هذا أرى أنه شيء يعني أنك أنت يقوي أنك تتواصل وتزيد قوة تواصلك بينك وبين الله عز وجل في أمورك التي تخص العبد بربه. أيضا عبد الرحمن، لو انتقلنا إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة أيضا مهمة جدا، وهي آداب التواصل مع الوالدين. احنا انتهينا من النقطة الأولى اللي هي نقطة التواصل مع الله عز وجل، زي ما ذكرنا أنه يكون
بالانكسار وطلب المغفرة والرحمة والعفو والدعاء بشكل يومي وأداء ما طلبك أو ما طلب منك من الله عز وجل على أكمل وجه. الآن ننتقل إلى آداب التواصل مع الوالدين. الكثير الآن عبد الحميد لو تنظر في القضايا الاجتماعية التي تدور في المجتمع أن كثير من الأبناء نسأل الله السلامة والعافية يكون عاق بوالديه، وسبب هذا العقوق ايش؟ تلقى انه اصلا ما عنده آداب التواصل معهم، وتلقى ان هذه العقوق اللي صارت بينه وبين والديه ادت على ان يعني حياته تكون ايش؟ تكون ممتلئة بالمشاكل والممتلئة بعدم توفيق الله عز وجل، وممتلئة تحس انه يدخل في مشكلة ويطلع من مشكلة. اخر شيء انت لو تجد الامر كله تعرف ان هذا الشاب او هذا الرجل ما تمكن او الى الان ما هي ظاهرة له ما هي آداب التواصل بينك وبين والديك. لو تذكرها يا عبد الرحمن على شكل يعني على شكل سريع جدا بحيث ان احنا ننتقل لآداب التواصل. لسه معانا اكثر من موضوع عبد الرحمن، فلو تذكرون لنا آداب التواصل مع الوالدين، لان في كثير يعني لا يفقه في هذا الموضوع او انه ما هو مستطلع عليه بشكل كبير جدا. طيب شكرا لك ابو صقر. يعني موضوع التواصل تحديدا هو موضوع يعني قد يتساهل به الكثير، ولهذا نحن تحدثنا في هذه الحلقة عن هذا الموضوع لأنه يعني له من الأهمية بمكان. سقراط له جملة شهيرة انتشرت بين الناس ألا وهي كلمة أو جملة أصبحت يعني مثل، ألا وهي تكلم حتى أراك، أو بمقولة أخرى كلمني حتى أراك، أو حدثني حتى أراك. يقصد بهذه الجملة واضح، مقصده واضح أنه الشخص يعني مظهره الخارجي ويعني هيئته الخارجية والشكلية هي يعني مجرد تنتهي عندما ينطق بأول كلمة. يعني الإمام الشافعي عفوا الإمام أبو حنيفة في جملة الشعر عندما قال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه، أنه عندما دخل عليه شخص وهو يدارس زملائه أو طلابه فرأى عليه هيئة شخص يعني ذو شأن وذو قيمة فاعتدل في جلسته، وعندما سأله سؤال والله لا يحضرني هذا السؤال ولكنه سؤال يعني لعله يعني سؤال يعني قلل أو أحط من قدر هذا الشخص عندما يعني وضع له أبو حنيفة قيمة يعني بمظهره الخارجي. فهنا قال جملته الشهيرة أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه. هذه كلها أمور يا أبو صقر تدل على أن التواصل له أهمية بالغة في حياة المرء. وأنا صراحة كنت أستغرب يا أخ عندنا الطلاب في الجامعة كثير من الطلاب يعني يدرسون تخصصات مختلفة جدا، أجد المادة يعني الوحيدة أو يعني مادة ومعها مواد أخرى كلها تتحدث عن مادة اسمها باللغة الإنجليزية communication skills، مهارات التواصل. أنا أستغرب يا أخي، مثلا واحد دارس لي هندسة مدنية وهندسة معمارية يا أخي شو يبغى بالتخصص ذا؟ تجد أن تخصص المادة هذه تجدها يعني موجودة في كل يعني التخصصات الجامعية. فعندما بحثت وجدت أنه لا والله يعني دراستي كلها وحياتي كلها لن تصل إلى الأشخاص الآخرين بصورة جيدة إلا إذا كان لديك مهارة التواصل. يعني أنا أستغرب كثير، يعني يقال أنه في بعض الشعراء يعني مثل أحمد شوقي أنه كان يعني كاتب بارع ويعني حتى لقب بأمير الشعراء، ولكنه كان عندما يلقي قصيدة له الناس تستحقر هذا الأمر. ليش؟ لأنه ما كان عنده مهارة الإلقاء ومهارة التواصل. فهذه مهارة لابد أن الشخص أن يتعلمها، ولابد الشخص أن يعني يدرسها دراسة يعني ويعيد لها أهمية بالغة في حياته، أنها هي التي سوف تعطي انطباعا جيدا أو سيئا، أو تترك انطباعا جيدا وسيئا عند الآخرين عنك. طيب احنا تحدثنا أولا أبو صقر عن مهارة أو عفوا عن أدب التواصل مع الله عز وجل، وهنا أنا ممكن أضيف نقطة لا وهي أنه العبد لابد أن يتحرى أماكن التي يكون فيها قريب من الله عز وجل. نجد أنه الله عز وجل يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في أكثر الدعاء. الدعاء هو وسيلة التواصل بينك من الله عز وجل، لا يوجد وسيلة أخرى تتواصل بها مع الله عز وجل إلا
في الدعاء، يعني الدعاء الذي هو يدخل في كثير من العبادات مثل الصلاة وغيرها. بالتالي عندك الصلاة عندما تصلي فإنك يعني تجعل الله نصب عينيك، وعندما تكون ساجد فإنك تكون أقرب ما تكون من موضع إلى ربك. ثم تأتي المواضع الأخرى مثل الثلث الأخير عندما ينزل الله عز وجل فيقول هل من داع فاستجيب له، هل مستغفر فاغفر له. هذه كلها أمور لابد أن يتحراها الشاب تحديدا، بأنه إحنا نتحدث عن فئة الشباب. ثم يأتي بعد ذلك أدب التواصل مع الوالدين كما ذكرت. وأدب التواصل مع الوالدين قد يكون هناك إشكالية كبيرة، لأنه في بعض الناس يقول لك يا أخي والله أنا إنسان يعني لساني يعني ما سلم من أحد، والله أنا صليت لساني يا أخي، أنا والله عندي بعضهم إيش يقول لك أبو صقر، يقول لك والله أنا اللي في قلبي على لساني، ما أعرف كيف أتحكم بمشاعري. لا، أنت هنا تضع حدود. هناك بعض الناس لابد أن تضع معهم حدود. أولا يعني أهم الأشخاص الذين تضع معهم حدود هم الوالدان. لابد أن يكون لك يعني أسلوب تواصل مهذب، يعني التوجيه القرآني واضح في الكتاب، ولا تقل لهما أف هذه يعني حتى لا تقولها بقلبك أيضا، يعني حاول أنك أنت تبتعد عنها تماما. إذا هذه الكلمتين كانت يعني بمثابة عقوق يعني تجاه الوالدين، ما بالك بالكلام الكثير، ما بالك بالجدال. بعض الناس يقول لك أنا والله ما قلت أف، لكنه يعني يتواصل مع أهله ويعني أو مع والديه ويقول كلمة أف ولكنها بجملة أخرى، تلقاه يعاند، تلقاه يناقش، تلقاه يجادل سواء بالحق أو بالباطل، تلقاه يعني يتعب والديه. يعني تلقى أصلا عندما يتحدث معه والديه يعني بدل ما هو يحسب لهم 1000 حساب أصبحوا هم من يحسبون لهذا الابن 1000 حساب. ليش؟ لأنه هذا الشخص ما عنده يعني قد يكون مبعاق، قد يكون إنسان بار، ولكنه إنسان صليط لسان. فبالتالي لم يعني يتعلم كيف يتواصل مع الناس الذين لابد أن يعني يضع لهم قدرا كبيرا، وأهمهم الوالدين. نأتي بعد ذلك أبو صقر يعني هم الوالدين طبعا هم الأساس. نأتي بعد ذلك بشكل عام، خلينا نقول الشباب تواصلهم قد يكون مع بعضهم البعض، قد يكون مع فئة هم أكبر منهم سنا. فبالتالي كيف نتواصل مع كبار السن؟ طيب، كبار السن يا عبد الرحمن، إن من توقير الله عز وجل واحترامه وتعظيمه احترام ذي الشيبة المسلم بلا شك. الله فقد يعني أن هذا صاحب الرجل الكبير في السن يدخل معك، قد يدخل معك مثلا في نقاشات كثيرة، يدخل معك مثلا في أمور متعددة قد أنت لا ترغب بها، قد هو يعني يؤذيك في الكلام، يؤذيك مثلا في الأفعال، لكن تذكر أن من توقير الله وتعظيمه هو احترام ذا الشيبة المسلم. فأنت لابد أنك أنت أصلا تحترمه وتقدره وتخدمه. يعني بعض كبار السن مثلا، أنا أعطيك موقف يعني أبسط لك المسألة. مثلا بعض كبار السن في المساجد لا يستطيعون مثلا أنه ينحني فقط، مثلا أنه يأتي بمنديل، فأنت شاب قاعد تشوف هذا الموقف تروح تسبقه مثلا بالمنديل وتعطيه إياه. هذا من احترامه ومساعدته. أيضا تحاول بقدر المستطاع أنك ما تدخل معه مثلا في نقاشات. غالبا كبار السن يعني إلا اللي حفظهم الله عز وجل قد يكون عنده أمراض، قد يكون عنده مثلا سكر، قد يكون عنده ضغط، قد يكون عنده هو أصلا في رأسه أكثر من مشكلة. مع تقدم في السن ما عاد صار يتحمل كالسابق، فأنت تحاول أنك تعيش تتجنب معه الأمور التي يعني تدخل بينك وبينه في أي مشكلة. وعادة كبار السن يا عبد الرحمن يعني حسب ما توصلت له أنا، إذا تقدموا في العمر وصلوا إلى 50-55 سنة يريدوا أن يسمعوا، خلاص الآن وصلوا إلى مرحلة يريدوا أن يسمعوا الكلام. خليني يعني ألطف لك العبارة، يريدوا أن يسمعوا الكلام المعسول، ما يبغى يسمع تعطيه نقاش عملي، تعطيه نقاش هذا لا. هو الآن خلاص زي ما تقول وصل إلى المرحلة الملكية، يبغى يجلس، يبغى يسمع، خلاص أنا جالس اللي سويته لكم قصرته، جاء دوركم الآن، ويتكلم على صعيد الأبناء. فأنت مثل هؤلاء هو أصلا قدوا أصلا 60 سنة ولا 55 سنة عايش من الهموم والضغط حتى وان يكون بعض الأحيان بعض كبار السن حتى وان يكونوا على حق، بعض الأحيان يقول لك لا والله أنا ما عندي أحد، ما مشي، كبير صغير ما تمشي معي، أنا إنسان اللي الكلمة أو الحق أكبر من كل أحد،
وبالتالي أنا ما تفرق معي إذا كان ذا الشخص كبير. الشيء الصح اللي أنا أشوفه من وجهة نظري هو الشيء الصح، يعني يعتبر أكبر منه، فبالتالي أنا لا يعني أعير كبر سنه أي اهتمام. والله أنا أرى أن في هذا يعني صلى الله السلام والعافية، لكن قد يكون فقد الحكمة. يعني أنا ما قد أقول لك أنت لا تدافع عن حقك، لكن أنت يمديك تأخذ حقك لكن بالتي هي أحسن. يعني أنت المسألة كلها أنك أنت كيف أنك أنت تكسب قضيتك وتكسب قلب الذي أمامك. أنت في الأخير قاعد تطالب عن حقك وطالب عنه، لكن في الأخير أنت يعني لا تدخل وتجرح وتتكلم بأسلوب تخسر فيه قضيتك وتخسر فيه الرجل الذي أمامك. فهمت؟ لكن البعض يأخذ بشكل قوي جدا. دعني أنتقل إلى نقطة مهمة جدا، وهي آداب صلة الرحم في الإسلام. أولا يعني عشان نذكرها بشكل سريع جدا نظرا للوقت، تفقد أحوال الأقارب وإدخال السرور عليهم. نستدل بآية قرآنية هنا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أي يعني إيش؟ اتقوا الأرحام يعني أن تقطعوهن. أيضا عدم قطيعة الأرحام، آية قرآنية تدل على هذا الموضوع: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا نقطة مهمة جدا، صلة الرحم بالنصح والإرشاد وإرشاد الضال فيهم وتذكير الغافل منهم. قد ترى أن يعني بعض الأقارب يكون على خطأ في بعض الأحيان، وقد ترى أن بعض الأقارب يكونوا من الغافلين، فأنت يأتي يأتي دورين لك، أنك أنت مسلم وواجب عليك أنك تنصح أخوك المسلم، والأمر الثاني غير أن هذا مسلم اللي قاعد تنصحه هو قريب منك جدا. ونستدل بآية قرآنية هنا: وأنذر عشيرتك الأقربين. أيضا صلة الرحم بالتصدق عليهم إن كانوا فقراء. معنى التصدق عليهم هنا يعني أنك أنت تقف معهم وتساعدهم إذا كانت مثلا أحوالهم المادية غير جيدة وأنت في حالة استقرار. فلذلك يعني أنا ما بقول من الواجب عليك، لكن من المروءة عليك أنك تقف بجانبهم وتخرجهم من هذا الفقر الذي أصاب منهم، إذا طبعا كنت أنت في حالة مستقرة وفي حالة جيدة، فهم أولى بأنك أنت يعني تقف معهم وتخرجهم من هذه الضائقة التي يمر بها، والأقربون طبعا أولى بالمعروف. أيضا أضيف نقطة مهمة، وهو تقديم الهدايا للأرحام. أنا أستدل هنا بأمرين: تقديم الهدايا للأرحام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ تهادوا تحابوا. أنت ممكن تستخدم تقديم الهدايا هذا يا عبد الرحمن إذا كانت مثلا بينك وبين أحد الأقارب مشكلة، يعني مثلا بين عائلة وعائلة مشكلة، هم أقارب، فأنت كيف تضطر أنك أنت تحل هذه المشكلة بتقديم الهدايا والدفع بالتي هي أحسن. هذه بوابة على أساس أن الأمور تنحل وترجع الأمور كما كانت. نقطة أخيرة، أنا عارف أني طولت سعادة المخرج بس الموضوع هذا يعني مهم جدا: مقابلة القطيعة بالصلة والسيئة بالحسنة. نستدل بآية قرآنية هنا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. المقصد هنا أنك أنت قد تقابل بعض المشاكل وقد تقابل بعض الأمور العائلية وفي صلة الرحم بأنك أنت تقابل تأتيك السيئة، فأنت تأتيك السيئة قابلها بالحسنة، وهذا النهج المحمدي، والسيئة بالحسنة، وتقابل القطيعة بالصلة. والآية القرآنية تدل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. يعني أشبه ما تكون يعني زي اللي بقول لك، يعني ادفع يا عبد الرحمن بالتي هي أحسن. نعتذر مشاهدينا الكرام عن الإطالة، نعتذر سعادة المخرج عن هذه الإطالة، لكن النقطة هذه حساسة جدا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا. يلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا.
يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها طرا وخيرا أنبلوا. مشاهدينا الكرام، حياكم الله من جديد في آخر فقراتنا في هذه الحلقة والمحببة لدى الجميع، سبورتس. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نذكر قبل أن ندخل في هذا أو ندخل في المواضيع الرياضية لهذا الأسبوع، رقم القناة متواجد لكم عبر الشاشة. يعني ما نستغني عن تدخلاتكم الرياضية مشاهدينا الكرام. عبد الرحمن، دعنا ننتقل إلى أهم تقريبا مباراة يعني كانت صراحة متعبة جدا لمشجعينها، انتهت بنتيجة كبيرة جدا وسحق مدريدي لليفربول. مباراة يعني ابتدأ ليفربول يعني أول 20 دقيقة تقريبا قلنا خلاص شكل ليفربول عاد إلى القمة وعاد إلى الأبطال، وكلوب شكله رتب له خطة وعرف يوظف اللاعبين واستعادوا يا عبد الرحمن استعادوا قوتهم ليفربول، إلا بدخول مرعب من فينيسيوس يليه بنزيما وتليه الخمسة. يا عبد الرحمن، تعليقك أستاذ عبد الرحمن على المباراة والمجريات، وكيف انقلبت المباراة رأسا على عقب على ليفربول وكلوب؟ هل ترى أنه تصرف بشكل جيد مع المباراة أم أن كتيبة ريال مدريد كانت الكلمة لهم؟ والله بصدق احنا تعبنا صراحة من ريال مدريد. تعبنا احنا نحاول نفهم كيف هذا الفريق يعني يدير مبارياته ويسيرها كيف ما أراد في الأبطال تحديدا. لكن اللي حصل يعني لا يوجد له تفسير، كما هو الحاصل كما كان الحاصل في السنة الماضية، الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد يعني لا يعترف بالورق أبدا. هو عندما يدخل المباراة
يعني يضع أمامه 90 دقيقة، والمقولة اشتهرت في ريال مدريد تحديدا هذا الموسم والموسم الماضي وعلى مر السنوات الماضية لا تأمن ريال مدريد قبل صافرة النهاية. لعل ليفربول يعني أصبح ريال مدريد هو هاجس أكبر لهم، والهاجس خلينا نقول الهاجس الأكبر تحديدا. الهاجس هذا أصبح لكلوب، لأن كلوب يعني في طيلة مسيرته مع ليفربول هي مسيرة عظيمة جدا ومسيرة تاريخية، فاز فيها بكل الألقاب اللي شارك فيها ليفربول، فاز بالدوري، في كأس الاتحاد، الرابطة، دوري الأبطال، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، ما في بطولة ما فاز فيها. ولكن كان ممكن هذا الرقم يتضاعف إلى مرتين أو ثلاثة لولا وجود شخصين. الشخص الأول هو بيب جوارديولا في الدوري الإنجليزي، الشخص الثاني أو الفريق الثاني هو ريال مدريد. ريال مدريد لو ما كان موجود في دوري أبطال أوروبا كان كلوب، يعني مثلا عندك النهائي 2018، عندك نصف نهائي واعتقد او ربع نهائي 2020، عندك نهائي 2021، وثم دور 16 عام 2022 2023. فبالتالي كلوب مر على عدة مدربين مع ريال مدريد، لكنه القاسم المشترك بين كل هذه المباريات انه كلوب كان عاجز، واقف عاجز تماما. حتى يعني في كل المباريات ليفربول كان بعض الأحيان أو في كثير من لقطات المباراة هو كان الطرف الأفضل في المباراة، ولكنه يعني عندما تجد النتيجة النهائية لا تمت للواقع أبدا بصلة. فريال مدريد حالة نادرة في كرة القدم تحديدا في دوري أبطال أوروبا، لا تستطيع أن تفسر ما الذي يحدث مع هذا الفريق. هل هو شخصية البطل؟ الموضوع أصبح أكبر من شخصية البطل، يعني شخصية البطل قد تخدمك في مباراتين 3 مباريات، لكن 5 مواسم متتالية وأيا يكن الفريق وفي مباريات صعبة جدا. يعني أنا يوم شفت المباراة شفت ليفربول تقدم بهدفين وكان اداء يعني اسطوري جدا من ليفربول الذي كان يعاني، ولكنه قبل مباراتين من ريال مدريد كان يعني فريق متماسك، عادوا كل النجوم المصابين. فبالتالي انا اعتقدت الوهله انه ريال مدريد سوف تكون مباراه صعبه عليه، لكن اللي شفناه صراحه حفله اهداف كانت يعني كبيره جدا. ريال مدريد اعتقد اني اقول انه قسى جدا على ليفربول. يعني كلوب صراحه لا يستحق إذا كانت هذه النهاية فهو لا يستحق هذه النهاية أبدا في دوري أبطال أوروبا، كونه مدرب عظيم جدا. وأنا يعني أعتقد أنه إذا ما كان الأول فهو ثاني أفضل مدرب حاليا في كرة القدم إلا أمام ريال مدريد. ما أدري إيش أقول لك صراحة. المباراة كانت جميلة جدا، احنا استمتعنا إلا في الشوط الثاني. الشوط الثاني أصبح يعني فريق واحد واللي يلعب وفريق ثاني يحاول أن يجاري المباراة. أعتقد الخطأ اللي قام به كلوب أنه دخل بتكتيك ضغط عالي جدا على ريال مدريد مما أنهك الفريق. يعني شفنا ليفربول اللي كان سلاحه الأول هو الضغط العالي، أصبح في الشوط الثاني فريق متهالك تماما لا يستطيع أن يجاري نسق المباراة مع ريال مدريد. طيب أبو صقر، نتيجة 5-2 الإياب غدا أو بعد غد، هل تشوف إنه ليفربول عندها فرصة إنه يعود في سانتياغو برنابيو أمام ريال مدريد، ولا نقدر نقول المباراة انتهت وألف مبروك لريال مدريد؟ والله أنا أقول عنده فرصة يعود إلى النادي. والله أنا أقول إنه ما يعني ليفربول كما ذكرت عبد الرحمن إنه والله يا أخي الفريق ذا متعب يا رجل. ما أدري شو أقول، شخصية البطل أصبحت قليلة في حق هذا النادي. تشعر وكأن الأبطال بيت له، يعني ما يغيب فترة إلا يعود له على طول. ريمونتادا كانت من يعني شيء خرافي جدا. أنا توقعاتي أن لا يوجد في الأبطال الآن حسب نظرتي للمباريات تابعتي لها، لا يوجد فريق سيتنافس مع ريال مدريد، وقد يعني شوف بنسبة 70 إلى 60% يقف في صف أو أمام ريال مدريد إلا نابولي. نابولي عجيب. أيه الفرق الأخرى ما أعتقد يا عبد الرحمن أنها يعني ستكون تتكلم مع مدريد عجيب يا رجل. لكن ننتقل عبد الرحمن إلى مباراة ثانية. بالنسبة لبرشلونة ويونايتد، أنا عارف أنك برشلونة يا عبد الرحمن متأثر جدا الأسبوع ده، يعني كان أسبوع يعني شبه ما يكون عليك كئيب بالاتحاد وبرشلونة. إيش قصة برشلونة يا عبد الرحمن؟ كل ما قلنا عاد يعني ما إيش يصير معه؟ والله أنا في وجهة نظري أبو صقر برشلونة فريق يعني ما زال يتحمل نتائج إدارة سيئة كانت موجودة في فترة وجود رئاسة الرئيس الذي لو كان من ألد أعداء
برشلونة لما وصل به الحال إلى ما وصل إليه برشلونة. يعني أنا نتكلم عن ديون، نتكلم عن بيع نجوم، نتكلم عن استقطاب نجوم غير يعني مؤهلين، نتكلم عن تغيير هوية الفريق كامل. برشلونة الذي كان لا يوجد فريق يعني لا يخشى من برشلونة، كان كعبه عالي في ابطال اوروبا. الان في الدوري الاوروبي وهو يعني فالح صراحه. فهذا انا برايي انه لسه برشلونه ما تعافى تماما. في عمل تشافي قاعد يعني يشتغل على الفريق، قاعد يشتغل على الفريق، في افكار موجوده في الفريق، ولكنه ينقص اسم برشلونه في الملعب. يعني الان يوم تتكلم عن يعني انا ما اقلل ابدا من عمل تنهاج العظيم، ولكن برشلونة تحديدا أصبح فريق يعني يحتاج إلى كثير من العمل، ويعني الآن هم ماشيين في الطريق الصحيح، في نجوم، في استقرار، في خطة واضحة. أهداف هذا الموسم واضحة جدا. إن أمكن قدر المستطاع هو الدوري الإسباني. عندما يحقق الدوري الإسباني وإن حقق كأس الملك بتكون عنده ثلاثية. يعني ما أعتقد إنه هذا أعلى شيء واكبر شيء ممكن يصل اليه برشلونه هذا الموسم. احنا كنا صراحه مأمنين على الدوري الاوروبي كونه يعني اسهل بكثير من دوري ابطال اوروبا، لكن تنهاج ابى الا ان يعني يكون خصما وندا قويا امام برشلونه. في الطرف المقابل نتكلم عن نادي مانشستر يونايتد، النادي الذي يعني اعاده تنهاج من منطقه بعيده جدا. يعني كل المتوقعين وكل المحللين كانوا يقولون ان تنهاج هو المدرب الصحيح لهذه المرحله، كونه مدرب يعني يلعب بكره عصريه، يلعب يعني افكاره واضحه جدا في الملعب، يعني يعني يطبق تكتيك جميل. احنا شفناه مع نادي اياكس، يعني وصل الى يعني اخرج ريال مدريد. نتكلم عن مدرب اخرج ريال مدريد مع فريق اياكس وفريق كله عباره عن نجوم شباب، بالتالي الا ما يكون هذا مدرب عظيم، واثبت ذلك فعلا عندما يعني تفوق على برشلونه. وايضا فاز ببطوله كاس الاتحاد، انتصر على فرق كبيره مثل ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي. فتنهاج يعني هو كان الطرف الاقوى وليس برشلونه هو كان الطرف الاضعف. يعني وان كانت هذا هو الحاصل، ولكن في المباراه تحديدا الذي تفوق في المباراه هذه ليس ضعف برشلونه بقدر ما هي قوه مانشستر يونايتد. نتكلم عن فريق خسر وعاد ثم خسر وعاد وفاز، فهذه العودة في كل لحظة من لحظات المباراة تتكلم عن يعني عمل كبير من تنهاج. وأيضا النجم الكبير جدا راشفورد، الذي يعني إذا ما سجل وإذا ما صنع فتلقاه يعني يعيش أفضل فترات، تلقاه يعني مؤثر في المباراة بشكل كبير، وهو يعيش الآن أفضل فترات. يعني أعتقد هذه أفضل فترة عايشها راشفورد مع مانشستر يونايتد. طيب عبد الرحمن، دعنا خلينا نتكلم على نهائي أو عفوا نصف نهائي كأس آسيا الذي كان بين الدحيل وبين الهلال السعودي. انتهت بنتيجة 7-0. مباراة كانت يعني تنسي ولا كرة، والله من جد ما تعرف تحس انها تنس. ها ايه 7-0 كانت قوية جدا. الدحيل أشبه ما يكون غير متواجد عبد الرحمن في الملعب. يعني نتيجة كبيرة جدا. الهلال السعودي فريق يعني كبير جدا، احنا ما نخفيكم سرا، لكن أرى أن الدحيل أو عفوا الدحيل ما شعرت أنه منافس قوي جدا. قالوا مسجل سوبر هاتريك وسالم الدوسري وهدف الهدف لماريجا. توقعاتك يا عبد الرحمن لمباراة النهائي بين أوراوا والحدث الذي يعني دفع ثمنه آسيا؟ مباراة سيكون النهائي طبعا بين أوراوا ونادي الهلال السعودي. هل سيكتب الهلال المجد مجددا أم لأوراوا كلمة؟ طبعا مباراة النهائي أبو صقر هي مباراة بتكون يعني بعد 3 أشهر، بتكون في نهاية شهر أبريل، فبالتالي إلى ذلك الوقت الظروف قد تتغير. ولكن الهلال عودنا أنه في هذه المباريات أبدا يعني لا يتركها بسهولة وإن خسر. يعني هو في نهائيا خسرهم الهلال وهو كان الطرف الأقوى في البطولة، ثم عاد وفاز ثم عاد وفاز ثم أبعد ثم رجع وفاز مرة أخرى، وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا. فبالتالي لا أعتقد أنه يوجد فريق يعني يستطيع أن يتحكم برتم مباراة طرفها نادي الهلال السعودي. ترى يعني الدحيل يعني فريق قوي جدا يعني وفريق متماسك، يعني لا يغرك هذه النتيجة الكبيرة. يعني أنا أعتقد أنه مشكلة الدحيل استغل الهلال بشكل يعني فوق المتوقع.
فوق المتوقع بشكل كبير جدا. نتكلم عن مشكلة الدفاع الأساسية عند الدحيل هي الدفاع، إنه يترك مساحات خلف الدفاع، ويعني المرتدات كانت يعني قاتلة جدا على الدحيل. ولكن أعتقد الذي يعني أنهى الدحيل تماما وخرجه من المباراة إنه يستقبل هدف في الدقيقة الثانية. عندما استقبل هدف في الدقيقة الثانية أنت الآن أمام أمرين، يعني أنك أنت تحافظ على هذه النتيجة حتى تعود إلى المباراة، يعني أنك أنت تهاجم وتحاول أن تعوض ما فاتك. والدحيل يعني اختار الخيار الثاني، وهذا فيه يعني ريسك كبير جدا انك انت بتاخذ الخطوه انك انت يعني ترجع في المباراه. اذا رجعت في المباراه في هذه اللحظه في الدقائق السريعه راح يكون عندك يعني طاقه كبيره جدا وتعطيك دفعه معنويه عاليه، او انك راح تستقبل هدف وراح تنهار تماما. لكن اللي صار انه استقبل مو هدف ولا هدفين، استخدم 3 أهداف في خلال 14 دقيقه. انا والله صراحه ما شفت المباراه بدايتها، ولكن كنت ادخل اشوف هدف، ادخل مثلا اشوف هدفين 3 4، استغربت يعني وش فاناظر لانه والله يعني الهلال كان يلعب لوحده في المباراه. فالف مبروك، الهلال فريق قوي جدا، فريق كبير جدا، واعتقد انه النهائي سوف يعني تكون مباراه يعني المرشح الاوفر حظا في هذه البطوله هو الهلال بلا شك، كون الاوراوا يعاني في الدوري. انا والله ما يحضرني تقريبا ايش ترتيب الاوراوا في الدوري، خلينا نشوف. هو تقريبا او يقع في المنطقه، يعني يقع في مناطق الهبوط، يعني المركز 18 من اصل 18 فريق. فيعني وان كان الدوري لسه بادي، يعني هذه اول مباراتين، ولكنه يعني عندك اول مباراتين في الدوري انت متاهل لنهائي ابطال اسيا وتخسرها وتقع في المركز الاخير، وبالتالي هذا انت معناته فريق انت تعاني جدا في الدوري. فبالتالي هذا قد يكون مؤشر خطر، ولكن يعني مباراه النهائي لا تعتمد على هذه الارقام. الهلال تنتظره بطولة كبيرة جدا وفوز تاريخي بدوري أبطال آسيا. يعني نتمنى إن شاء الله أنه الفريق نادي الهلال السعودي المشرف لكرة القدم السعودية هو الذي يفوز بهذه البطولة. ونختم بذلك فقرتنا يا أبو صقر، شكرا لك على هذا التقديم الجميل، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على هذا الاستماع، ويعني ننتظركم بإذن الله الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لك أبو صقر مرة أخرى. الشكر لك أنت أيضا عبد الرحمن على هذا الأداء الرائع، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم هذه الحلقة. إلى ذلك الحين مشاهدينا الكرام نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في تمام الساعة 4 من كل يوم ثلاثاء. مشاهدينا الكرام، هذا محدثكم أنس بن بيان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.